ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم كده النهارده فيديو جديد. تعالوا كده نتشجع مع بعض بقى ونخلص كل اللي ورانا. عايزه بس اقول قبل اي حاجه انا بشكر جدا الناس اللي بتدخل تعمل لي كومنت حلو. حقيقي كومنتاتكم دي بتدخل قلبي. كمان الناس اللي متابعاني دايما ولما بتاخر في تنزيل الفيديوز بتدخل تسأل عني. حقيقي حقيقي يعني احنا مفتقدين الناس الجميلة دي قوي في حياتنا. والله العظيم بجد انتوا نعمة كبيرة قوي في حياتي. وبتشجعوني دايما ان انا انزل فيديوهات وكده. بس حقيقي لما بتأخر بيبقى غصب عني، يعني بتبقى في حاجة. يا اما انا تعبانة يا اما اياد مثلا تعبان او كده. هي حقيقي الفترة اللي فاتت دي كان اياد اصلا تعبان وكده واخد برد. فكنت مش عارفة ان انا اصور حاجة او انزل حاجة. كمان مش عايزة اطلع اديكوا طاقة سلبية وكده. فبحاول على قد ما اقدر ان انا يعني ما اطلعش كتير او ما اظهرش كتير لحد ما اياد يخف وكده ويبقى كويس. بس الحمد لله يعني. تعالوا كده بقى اقول لكم انا كنت امبارح سهرانه طول الليل، ما كنتش اصلا عارفه انام. فحاولت بقى ان انا انضف المطبخ وكده. غسلت بقى كل الاطباق او اي حاجه كانت قدامي مش نظيفه وكده. عشان انا عارفه بقى ان انا تاني يوم هصحى هروح اشتري شويه حاجات. فلازم الدنيا تكون نظيفه عشان ما كركبش بقى كله فوق بعضه. انا ما كانش عندي اي حاجه، لا خضار ولا فاكهه ولا اي حاجه. فكان لازم ان انا انزل بقى اشتري كل حاجه. كمان مش بعرف اخلي حد يجيب لي حاجه لان انا بحب اختار كل حاجه بنفسي. او بحب اختار الحاجه اللي انا محتاجاها. ممكن الاقي حاجة مثلا انا كنت عايزاها من فترة فبجيبها. كده يعني. آم، كنت هنا بوريكم انا جبت بسلة عشان كنت عايزة اخزن منها شوية. فجبت 2 كيلو، كان الكيلو عامل 25. كمان جبت برتقان وسفندي وجبت طماطم. وجبت البطاطس دي كنت عايزه اوريها لكم. البطاطس دي اللي هي بتبقى للقليه، اللي هي بيبقى فيها نقط حمراء، لان في ناس كتير كانت بتسأل ايه الفرق ما بين البطاطس دي ودي. دي بتبقى كويسة جدا في الآلية لأن اللي هي بيبقى فيها نقط حمرا دي. كله بيقول عليها يعني إن هي كويسة وكده. هي دلوقتي كيلو وربع ب10. بس طبعا بتختلف من بلد لبلد. أو من مكان لمكان يعني. بس كنت بقول لكم يعني على الأسعار اللي عندنا وكده. كمان جبت الكوسة وجبت فلفل. وجبت ايه كمان خضار بقى وكده وجزر. طبعا انا بعمل البسلة لما باجي اخزنها وكده لازم بحط عليها جزر. وكمان بحط عليها بطاطس. بس مش دايما، انا مش بخزن البطاطس صراحة عشان هي بتطلع لينة وكده. فبس الجزر هو اللي بحطه مع البسلة. كمان عشان في اوقات كتير باجي اعمل البسلة مش بلاقي جزر. لكن البطاطس دايما بتكون متوفرة في اي بيت يعني. يعني في معظم البيوت. فدايما ايه بحاول بقى ان انا اخزن الجزر مع البسلة. بس كده واحدة واحدة بقى هفضي كده كل حاجة. وباخدها على الحوض اغسلها كويس. وبعد كده بحط مناديل بقى وبحطها في اطباق. وبحطها في التلاجة. انا كنت اصلا منضفة التلاجة يعني من بالليل وكده وغسلتها كويس. اصلا التلاجة عندي يعني مش بتتوسخ كتير. لان طبعا احنا استهلاكنا قليل قوي. فبس لازم طبعا كل فترة كده ان انا امسحها. بس فكنت انا بقى مظبطاها كويس ومجهزاها بقى لان انا هجيب حاجات تاني يوم وكده. فعامله حسابي. جيت بقى كل حاجه باخدها. طبعا البطاطس بتتحط في التربو. الحاجه اللي هي الخضار او كده بتتغسل بقى وبتتحط في التلاجة. الكوسه مش بغسلها الصراحه لان انا اصلا هاخدها واقورها بقى وهخزن منها برضو. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا كل سوق اروحه. او مثلا ان انا اما اشتري حاجه من بره. انا بحاول ان انا اخزن لو حاجة بسيطة منها. واكمل الباقي في الاستعمال عادي. بس المهم ان انا اخزن حاجة بسيطة واحدة واحدة. بكون عملت حاجات كتير وخزنت حاجات كتير. لكن مش بضغط على نفسي مرة واحدة واجيب كمية حاجة واخزنها. هنا كنت جايبة 3 كيلو طماطم، كانت الطماطم ب10. انا بجيب الطماطم اللي هي النظيفه لان انا اصلا استعمالي فيها قليل. انا عايزه اقول لكم ان اصلا الحاجات اللي انا جايباها دي هتكفيني اسبوعين. كل واحد طبعا بيبقى عارف استعماله قد ايه. انا هنا حطيت البرتقال، هنا انا فضيته بس كده علشان كانت الدنيا زحمه وكده. بعد كده بقى هاخده اغسله.
هو والسفندي واحطهم كده. عايزه اقول لكم ان البرتقال والسفندي هنا بيبقى الناس اصلا هي اللي بتزرعه كده، يعني جاي من الجناين وكده، فبتبقى حاجه نظيفه قوي، وبتبقى حاجه فريش، وبتبقى كمان طعمها كويس. ما فيهاش بقى هرمونات وكده. كمان انا بحب اجيب السفندي البلدي، لان هو مش بيكون فيه هرمونات كتير. يعني مش بيحطوا فيه بقى كيماويات والحاجات دي. فبحاول كمان ان انا اجيب منه كميه، لان بخزن منه، يعني بقى بحاول ان انا بقى احط في الفريزر منه شويه، لان في فتره كده ومش هنلاقي بقى الحاجات دي تاني. كمان البرتقال انا بحب جدا جدا اعمله عصير كده على الصبح، بيبقى كويس جدا. كنت جايبه معايا كده فطار كمان من بره، وقلت بقى اما اقطع طبق خضار كده الاول. طبعا كل حاجه لسه جايه بقى فريش، فحاولت بقى ان انا ايه، يعني اعمل طبق خضار كده كويس جنب الاكل وكده، جنب الفطار وكده. انا مش بفطر غير انا واياد، يعني يعني استعمالنا بيكون قليل جدا، فمش يعني مش هناكل كتير يعني. بس عايزه اقول لكم بقى، انا هنا قطعت الفلفل ده، وكمان هقطع خيار وطماطم، وهعمل بقى الطعميه. كنت جايبه اللي هي فلافل بقى او طعميه، يعني على حسب ما انتوا بتقولوا. هقطعها كده، وهنقعد بقى نفطر، علشان بقى اشوف ايه اللي ورايا في الوقت ده. بقى كان اياد صحي وكده، فقلت بقى نعمل فطار لي انا وهو، وكمان هعمل شاي وكده، وعشان بقى ابدا يومي بقى. انا كنت صاحيه في اليوم ده من الساعه 6 الصبح. اصلا انا نايمه متاخر جدا، ما عرفتش انام اصلا يعني. فنمت حوالي ساعتين بس. فصحيت بقى من بدري، سبت اياد نايم، ورحت بقى جبت كل حاجة أنا كنت محتاجاها. الصراحة أنا كنت بجري، بس يعني احنا هنعمل ايه بقى. طبعا ببقى عارفة وقت نومه، وعارفة ان هو هينام لحد الساعة كذا، او هو هينام كام ساعة، فبحاول ان انا اجري بقى. بس كده. فهو بقى في الوقت ده كان صحي، كنا حوالي الساعة 10 كده. فخلاص بقى قلت اما اعمل فطار ونفطر. ما تستغربوش الايد اللي بتتحرك دي، عشان ده اياد اصلا يعني. هو المنظر الصراحة يخوف، ايه ده بيتحرك، بس هو هو اصلا كل ما بيلاقيني واقفة بعمل حاجة، بيقعد يشد في اي حاجة وخلاص. بس وهو كان واقف جنبي بقى وانا بعمل فطار وكده. كنت جايبة عيش اللي هو السوري ده، او اللبناني ده، مش عارفة هو ايه بيقول عليه ايه اصلا يعني. ده اللي بيبقى بيتعمل بيه سندوتشات بقى في المطاعم. فكنت جايباه علشان اعمل بيه سندوتشات بس في البيت. مش بحب اجيب حاجة جاهزة قد كده يعني. بحاول ان انا مثلا مش كل حاجة اجيبها جاهزة من بره. كمان كنت جايبة اللي هي الفلافل دي، كنت جايباها اصلا من الناس اللي هي يعني بتقف جنب بتوع الخضار وكده. يعني بتبقى حجمها صغير اوي كده، عشان الناس ايه اللي بتشوف الفيديوز ما تستغربش يعني، ايه ده هي صغيرة اوي كده ليه. فهم لا، هم بيبيعوها في اليوم ده بتبقى بالشكل ده. غير كده بقى في اي محلات تانية بتلاقيها بالحجم الكبير اللي انت عايزاه وكده. بس هنا بقى كنت عملت الفطار وكده، وبعمل بقى شاي علشان يبقى مع الفطار. وهقعد بقى ان انا اشوف اللي ورايا. عايزه طبعا اعمل بسله علشان اخزنها، وعايزه كمان الجزر، عايزه اعمله واغسله كده، اقشره واغسله. كمان كان في برتقان كنت عايزه اعمله برضو. والكوسه كنت عايزه اقطع منها برضو شويه واحطها في الفريزر. الصراحة عملت كذا كيس كده، يعني حاجة كويسة يعني. هتغيب معايا فترة، طبعا لان ان شاء الله ان شاء الله احنا داخلين على رمضان. فبجد بجد يعني حاجة تفرح قوي، تكون اصلا ان انت كده كده تقعدي تفكري ان انت داخلة على رمضان بقى وصيام والكلام ده. بس يا رب يا رب يا رب بجد يقدرني يعني واقدر اصوم. ادعولي بجد، يا ريت اي حد يشوف الفيديو ده. يا ريت بجد تدعولي، لان بجد الفتره دي صعب عليا قوي. واكتر حاجه بتمناها الفتره دي ان انا فعلا اقدر اصوم رمضان. هنا بقى كنت خلاص غيرت بقى هدومي وكده، وقلت اما اقعد بقى علشان اعمل البسله.
عشان طبعا لسه هتتغسل بقى وتتصفى والكلام ده، ولسه هحطها في الفريزر. كمان انا كنت مظبطه برضو الفريزر وكده، وكنت مرتباه هعمل معاكم فيديوز بعد كده اللي انا عملته يعني في التلاجة وكده، وازاي بغسلها من جوه. بس كده فقعدت بقى علشان افرط البسلة واغسلها واخزنها. كنا الكلام ده خلاص، يعني احنا خلاص داخلين بقى على ميعاد الغدا وكده. بس طبعا بابا اياد ما كانش موجود وكده، فهو اصلا هيجي متاخر، فانا كنت عامله حسابي بقى ان انا هاخد وقتي. فكنت اصلا يعني خلاص بقى واحده واحده بقى على مهلي كده. وكان في اكل اصلا من قبلها بيوم لاياد وكده، فلما بيجوع بسخنله لحد مثلا ما اعمل بقى الغدا وكده. انا كنت مستنيه ان في سمك، كنت طالبه سمك من بره وكده مشوي، فكان هيجيلي من بره. فقلت بقى ان انا احضر بقى الحاجات اللي هتبقى جنب السمك وكده، اعمل رز بقى واعمل سلطه. في ناس بتعمل مع السمك الرز اللي هو رز الصياديه ده، اللي هو بيبقى ببصل وكده زي اللي انا هعمله دلوقتي، وفي ناس تانية بتعمل رز ابيض. الحقيقه ان انا اصلا مش متعوده على الرز الابيض ده مع السمك خالص، مش عارفه، بحس كده ان هو زي ما يكون بيزود الزفارة بتاعت السمك، فمش متعودة عليه غالبا. ان احنا اللي بنتعود عليه في بيت بابانا، يعني لما بنكون عند يعني موجودين في لسه صغيرين وكده في بيت اهالينا وكده، لما بنتجوز بقى الحاجات اللي احنا كنا بنعملها قبل كده متعودين عليها بقى اكل وشرب وكده، بتفضل معانا. الحاجات دي بتفضل اصلا محفورة كده في الذاكرة. كل ما تيجي تاكلي اكلة معينة تفتكري انا كنت باكلها بالشكل الفلاني. يعني انا مثلا عندي السمك ده دايما كان بيبقى رز صيادية والسلطة، ده حاجة كده مقدسة يعني. آم، دايما كنا بنعمل كده. فلما مثلا جيت رحت مكان تاني فلقيت لا عادات غير عاداتنا. برضو ما يعني تحس ان انتي مش مرتاحة. بس طبعا فترة وعدت يعني الحمد لله. ودلوقتي بقى بعمل كل حاجة انا محتاجاها او انا عايزاها، وحاسة ان هي مناسبة ليا. وكمان ان شاء الله ولادي هعودهم على الحاجات دي، هعودهم على الحاجات اللي انا شايفاها صح على قدر المستطاع يعني. يا رب بجد بجد يعين كل حد بيعمل حاجة بما يرضي الله، بيعيش عيشة، عايز يعيش عياله عيشة كويسة، عايز يخليهم يطلعوا حاجة كويسة. بجد بجد يا رب يعين كل حد بيفكر صح، بيفكر ان ولاده يكونوا قريبين من ربنا، بيفكر ان هو يربيهم تربية كويسة، تربية ايجابية، تربية محترمة. آه، وكل واحد على حسب برضو العادات والتقاليد اللي هو اتعود عليها. يعني في ناس ممكن تتعود ان ده يعني تسمع من باباها ومامتها مثلا ان ده حرام، فخلاص هي طلعت بتعود عيالها ان ده حرام. في ناس لا عندها ان ده عادي. فكل حد بيختلف. فبجد بجد ربنا يعيننا طول ما احنا قريبين من ربنا، طول ما احنا بنعمل الصح وبنعمل القريب من ربنا، فخلاص ما نخافش من اي حاجة. ربنا اصلا بيدي كل حد الحاجة اللي مكتوبة له. ولو بصينا لو بصينا هنلاقي كل واحد ليه رزق معين ربنا كاتبه له، وفي حاجة تانية هي وجعاه او حاجة تانية هو مفتقدها جامد. فربنا يعني قادر على كل شيء، وقادر ان هو يعوضنا عن كل حاجة برضو بتحصل معانا مش كويسة. بجد بجد يعني ربنا يعيننا كلنا، خصوصا كمان في الايام دي. لان طبعا الحلال والحرام بقى اصلا مختلط، وبقت في ناس كتير بتفتي وفي ناس كتير مش عارفة ايه ده، يعني ايه الحلال وايه الحرام. بس نحاول على قد ما اقدر ان احنا نعلم ولادنا الحلال والحرام على قد ما نقدر، على قدر المستطاع، وبرضه نسأل كتير علشان برضه نتعلم. والبني ادم بيفضل طول عمره اصلا بيتعلم، يعني احنا ما اتولدناش عارفين كل حاجة. بس يعني كنت عايزة اقول كمان ان يعني في حاجات كتير، في كومنتات كتير سلبية بتجيلي. آم، انا اصلا مش بركز في الحاجات دي. فعادي يعني. لازم كل حاجة بيبقى ليها كده.
بس بقول يعني ربنا يهدي بجد الناس اللي بتدخل تكتب حاجات هي اصلا ما تعرفش اي حاجة، بتتكلم في الحياة في عموما، وفي حاجات خاصة هي ما تعرفش عنها اي حاجة. بس يعني كنت عايزة اقول الحتة دي. هنا بقى انا كنت بعمل الرز بتاع الصيادية وكده. عملت بقى سمنة، حطيت شوية سمنة كويسين كده. بعد كده انا كنت غسلت الرز. الرز الابيض يا جماعة مش بيتنقع، لانه لو اتنقع هتلاقيه كده زي ما بيقولوا بلح كده، او يعني نشف قوي، وبقت الرزاية كده ناشفة ومش حلوة كده. الرز البسمتي هو اللي بيتنقع. كمان عايزه اقول لكم ان في حاجات كتير منتشره على السوشيال ميديا، آم، وصفات وحاجات كتير كده ما تعرفيش اصلا هي جايه منين. عايزه اقول لكم ان مش كل حاجه تشوفوها تمشوا وراها، ان في ناس حقيقي بتلبس في الحيط من الحاجات اللي هي بتعملها، الوصفات الغلط اللي هي بتقلدها. فحاولوا ان انتوا برضو يعني تسألوا غيركم، انت جربت الوصفة دي؟ اه طب انا هعملها. لكن مثلا مش نروح ناخد الوصفة كده ونمشي وراها. انا عن نفسي قبل ما ادخل اصلا السوشيال ميديا انا كنت بعمل كده، اللي هو اي حاجه يعني بمشي ورا حد مشهور او كده، وبعمل حاجات كنت حقيقي في حاجات كتير بتطلع اصلا المقادير مش كويسه، وفي حاجات كتير كنت بقلدها وبتطلع مش حلوه مش صح اصلا. فحاولوا بقى ان انتوا تسالوا كده وتعرفوا الاول قبل ما تعملوا اي حاجه، يعني كنصيحه مني يعني. حد جرب وصفات كتير وطلعت غلط. بس هنا بقى كنت جايبة خضار. كنت جايبة جرجير وكنت جايبة كزبرة وكده. فقلت بقى اما انقعهم شوية كده واغسلهم كويس، علشان انا هقطع كده الكزبرة، هقطعها على السلطة. انا هعمل طبق سلطة كده محترم عشان يبقى جنب الاكل وكده. وكمان هعمل جرجير ده برضو عشان يبقى جنب الاكل. طبعا الجرجير ده اصلا مش بيقعد في التلاجة كتير، يعني هو كبير وكده 4 5 ايام مثلا في الشتاء. في الصيف بقى هما يومين وخلاص. فبحاول بقى ان انا ما اجيبش منه كمية. كمان الكزبرة دي اصلا كان في واحد قاعد يعني الرابطة الواحدة كانت بجنيه، في حين ان كل المكان كانت الناس بقى بتبيع الرابطة الواحدة ب2 جنيه. فده بقى كان عليه كده اقبال شديد، فانا لما لقيت بقى زحمه وكده عليه فقلت اما اروح اجيب منه. بس حقيقي الله يبارك له بجد، يعني الناس اللي بتتقي ربنا في الحاجه دي الله يبارك لها. هنا بقى كنت عايزه اقطع، كنت عملت طبق السلطه ده. حطيت بقى طماطم وفلفل وخيار وجزر. كمان حطيت الملح بقى وحطيت ليمون عليه. وبس جيت هنا بقى عشان اقطع الكزبره زي ما انتم شايفين كده. هي اليومين دول العود بتاعها كده بيبقى تخين، فبحاول بقى ان انا اشيل اللي هو الرفيع اللي بيبقى فيه الورق. وبس كده. السمك بقى كان هنا جه في الوقت ده وسخنته لانه طبعا جه بارد. وكان الرز بقى خلص. حطيت السلطه وحطيت الرز وعملت طبق كده الاياد لوحده. بس حطينا بقى الاكل وكده، وغسلت كمان الجرجير وحطيته كده في طبق. وهقدمه بقى زي ما انتم شايفين كده. وهنا كان اليوم بتاعنا اصلا خلص، وكنا واكلين اصلا متاخر. بس يعني الحمد لله، وكان يوم وعدى، وكل يوم اصلا بنحتار وبيعدي. بس يا ريت لو الفيديو عجبكم لايك بقى للفيديو، واشوفكم في فيديو تاني. باي.